الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ها نحن لا يفصلنا عن رمضان إلا أيام معدودات وساعات معلومات، ورمضان ضيف ومناسبة، وكلا من الضيف والمناسبة ساعاته محددة ولحظاته تزول وتنقضي بسرعة. أن الضيف تيجي عندك بسرعة تمشي، كذلك المناسبة تكون عندك اللحظات ديالها والساعات ديالها بسرعة تتزول. مفهوم؟ فكثيرة هي الأمور اللي خصنا نلتزم بها قبل رمضان وفي رمضان وما بعد رمضان. علاش؟ لأن النفع ديالها عميم والنتيجة ديالها طيبة. وكثيرة كذلك هي الأمور اللي خصنا نحيدوا منها ونتوبوا منها ونبعدوا منها ونحتاطوا منها في رمضان وأثناء رمضان وما بعد رمضان. علاش؟ لأن الضرر ديالها كذلك خايب وما مزيانش، تعود علينا بالضرر والشر. كثيرة هاد الأمور هذه اللي خصنا نلتزموا بها، وكثير هي هاد الأمور اللي خصنا نبعدوا منها. ولكن باش ما نبقاوش نوقفوا مع كل أمر ويا ليتنا فعلنا، يعني أن جماع ديال الأمر، هذا الخير هذا اللي خصنا نحتفظوا عليه مجموع لنا في أمرين، وهذاك الأمور اللي خصنا نبعدوا منها كذلك مجموعة في أمرين. هاد الأمرين هما الصلاة واللسان. الصلاة واللسان. الأمر ديال الصلاة الحمد لله باين، الحفاظ على الصلاة الوجوب ديالو باين، الاتيان بالصلاة الأمر ديالو واضح في القرآن وفي السنة وفي جميع الأمور. ما غاديش نبقاو نطولوا في هذا الأمر هذا. لا يتصور مسلم ما تيصليش، مستحيل تكون مسلمة لا تصلي، هذا يستحيل. الفقهاء المالكية بكري كانوا تيديروا هذا الأمر ديال ترك الصلاة من طرف مسلم ما أمر من الفرضيات، يعني هما ما تيتصوروش أن مسلم ما تيصليش، تيقولوا هذا غير اللي نفرض تلاقينا مع شي مسلم ما تيصليش، غير فرضيات. أما في الواقع ما تيتصوروش، لأنه يستحيل عندهم يكون شي مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما تيصليش. تيقولوا اللي نفرض شي نهار تلاقينا مع شي مسلم ولا مسلمة عاقل مكلف بالغ وما تيصليش، اشنو هو الحكم اللي غادي نعطيوه؟ هادشي عندهم ما كانش يتصور. بحال انت مثلا دابا تتقول لي نفرض غادي مع الطريق تلاقيت مع واحد الشخص يطير، او لا لنفرض غادي في واحد المكان وشفت واحد الشجره تتمشى، او لا واحد الدبه تهضر معايا. واش دابا هادشي يتصور الان ولا يتخيل؟ هادشي ما كاينش دابا. فكما ان الان انت تتقول انه يستحيل لقى شي انسان يطير او لا تيمشي فوق الماء، فهم؟ حتى هما ديك الساعه تيقولوا يستحيل نلقاو شي مسلم ما تيصليش. اعتقد انا غير هذا الامر هذا يكفي باش تعرف الامر ديال الصلاه. فهم؟ الخير كله اللي تبغيه في رمضان وما بعد رمضان يكون لك وتحصله راه كاين في الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واللي ضيع الصلاة خلال رمضان فهو ما بعد رمضان لها أضيع، واللي احتفظ على الصلاة ديالو في رمضان فهو إن شاء الله بعد رمضان سيكون عليها من الحافظين ومن الدائمين إن شاء الله تعالى. بلا ما نطولوا في هذا الأمر راه واضح وبين. الأمر الآخر اللي هو اللسان، وما أدراكم ما اللسان. يقدر تصلي ويقدر تبني ويقدر تزكي ويقدر تدير جميع الأمور اللي أمر بها الشرع، ولكن تيجي اللسان تيهدمها لك، ولكن تيجي اللسان تيحبطها لك، ولكن ترجي واحد الكلمة ما رديتش ليها البال تتخسر لك كل شيء. الشيء كاع اللي بنيتيه بكلمة واحدة لا تلقي لها بالا تضيع كل شيء وتحبط عملك. لهذا الإسلام أعطى واحد القيمة مهمة لما نتلفظ به، أعطى واحد العناية مهمة للسان، وجعل من كمال إيمان الإنسان ضبط لسانه. من كمال الإيمان ديال اللسان، عفوا من كمال إيمان الإنسان المسلم أن يضبط لسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جاءت الآيات والمقاصد الشرعية تضبط هذا اللسان لما له من خطورة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
ولكن حنا ما تنردوش البال اللسان ديالنا، ما تنردوش البال الكلمة اللي تنتلفظوا بها. فبكلمة واحدة راك تدخل الإسلام، وبكلمة أخرى تخرج من الإسلام. على شنو دابا باش يدخل دابا شي واحد الإسلام؟ باش بالكلمة، باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هاد الكلمة وهاد اللسان راه دخلك للإسلام، وهو نفسه اللي دخلك لهذا الخير تاع الإسلام، غادي يقدر يخرجك من الإسلام وأنت لا تدري. راه بكلمة واحدة جمعت الأمة الإسلامية، وبكلمة واحدة فرقت هذه الأمة. الله عز وجل قال سيدنا النبي: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض من مال باش تألف بين قلوب الصحابة وبين قلوب العرب، ما غاديش تألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم بماذا؟ بالكلمة، بالقرآن اللي هو كلام الله عز وجل. فكم من كلمة جمعت، وكم من كلمة فرقت، وكم من كلمة كذلك كم من كلمة كذلك أحيت وأخرى قتلت، وكم من كلمة كذلك أدخلت الجنان وأخرى أدخلت النيران. لهذا الإنسان يضبط اللسان ديالو، يضبط اللسان ديالو. راه كلمة واحدة من سخط الله لا تلقي لها بالا تهوي بها في جهنم 70 خريفا وانت هابط في مهاوي جهنم بكلمة ما رديتيش لها البال. وكذلك بكلمة واحدة طيبة من سخط الله يرفعك الله بها واحد العداد ديال الدرجات، هي من رضوان الله. لهذا جاء عن أمنا عائشة واحد ناجت عندها واحد المرأة، وذيك المرأة من مواصفاتها أنها قصيرة، مفهوم؟ وجا سيدنا النبي تيهضروا وهي تقول ليه راه جات هذيك المرأة القصيرة. فالنبي قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. امرأة قصيرة عادي تنقولوها عادي، امرأة ولا راجل طويل تنقولوه عادي، ولكن في الشرع وعند سيدنا النبي قال لي هذه الكلمة اللي قلتي وهذا النعت اللي وصفتي لو مزجت، لو ألقيت هذه الكلمة اللي قلتي نلوحوها في البحر، داك الماء ديال البحر غادي يتخوض، داك الماء ديال البحر اللي كان صافي وزرق وزوين غادي يولي راكد خايب تخوض نتن خانز. بهذا المفهوم هذا لو مزجت هذه الكلمة وطرحت وألقيت في ماء البحر لن ينتفع أحد بهذا الماء، جميع الكائنات اللي فيه غادي يموتوا، لأنه تغير داك الماء ديالهم، تغيرت ديك البيئة اللي عايشين فيها. فما بالك نحن هذه الكلمات تنهضروا بها وتناكلوا بها الطعام وتنشربوا بها الماء. تلاقيت مع العرج، جا عندي العرج، شفت العور، تلاقيت مع العور، يعني جميع المواصفات اللي في الناس لا نكاد الآن نميز بين الناس إلا بهذه المواصفات اللي ربما تتقدح فيهم. تتلقى سميتو فلان بن فلان وحنا تنعتوه بفلان بن فلان. والغالي في الأمر أننا هذا تيجينا عادي، وسيدنا النبي بغى يوجه أمنا عائشة لهذا الأمر، أن الإنسان يضبط اللسان ديالو. فالإنسان إلى ضبط اللسان ديالو فهو لما سواه من جوارحه وأعضاء جسمه أضبط. إلى ضبطتي اللسان ديالك فما سواه مثل العين، مثل السمع، مثل كذا مثل كذا غادي تضبط هاد الجوارح ديالك. وإلا انت اللسان ديالك ما ضبطتيش والعنوان ديالك في الحياة هو أن اللسان ما فيه عظم، راه جميع الجوارح ديالك ما غاديش تضبط. وما اللسان إلا مترجم عما في القلب. هذاك اللسان ديالك داك الشيء تقول به راه هو مترجم داك الشيء اللي في قلبك. إلا كان القلب ديالك طيب راه لا تتلفظ إلا بالطيب، وإلا كان القلب ديالك خبيث وخايب راه لا تتلفظ إلا بالأمور الخايبة والخنزة. لأن ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. شكون اللي غادي يبين لي أن هذاك القلب ديالك صالح؟ هو ما تتلفظ به. كل إناء ينضح بما فيه، المرء مخبوء تحت لسانه كما قال سيدنا علي رضي الله عنه. ثم أن هذا اللسان اللي ما تردش ليه شيء البال راه هو الميزان اللي تيوزنك، هو الميزان اللي تيبين القيمة ديالك، هو الميزان اللي تيبين الشخصية ديالك. لهذا قديما قال أحد الفلاسفة: تكلم حتى أراك. يعني رغم ما تتزين وتتلبس من اللباس
الفاخر والحولي وكذا وكذا، وتتلبس واحد اللباس اللي ما عرفتش شنو عندك نتايا، ولكن هو في الميزان ديالو ما غاديش يوزنك. هذاك اللباس ما غاديش يعطيك قيمه، ذاك الميزان ما غاديش يصنفك. هل انت من العقلاء او لا من المجانين؟ هل انت من العلماء ام من الجاهلين؟ الا حينما تتكلم. ولكن فاش تهضر تيعرفك شنو. فهم؟ تكلم حتى اراك. اما تجي عنده في واحد الهيئه اللي حبيتي، وتجي عنده بواحد الصفه اللي بغيتي، ما ما, ما غاديش يعطيك قيمه، وما غاديش يرد لك البال، لا يلقي لك بالا حتى تتكلم. وصدق حقيقه. ونرجع كذلك الامر باش نعرفوا ان اللسان الامر ديالو خطير. ان سيدنا النبي قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. من يضمن لي، سيدنا النبي قال لك الا ضمنتي ليا اللسان ديالك، الا ضمنتيه، يعني ما معنى ضمنتيه؟ يعني ضبطيه، ما تتهضرش فيه بالغيبه، ما تتكذبش به، ما تديرش به النميمه، ما تتمشيش بين الناس تتخيط غير بالشر، يعني ما تتشهد به الزور، ما تتكذب به، ما تقذف به الناس، ما تقذف به المحصنات، ما تتهم به النساء، ما تتهم به بنات المسلمين والناس، يعني ما تاكلش الدماء ديالهم والاعراض ديالهم بالباطل. الا ضمنتي اللسان ديالك، من يضمن لي اللسان، يعني توظفه غير في الخير، توظفه في الاستغفار وفي الاذكار والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلح بين الناس واصلاح ذات البين. توظف اللسان ديالك في الامور الخيره، وتضمن لي بانك تشدو على الامور ديال الشر. سيدنا النبي قال لك غادي نضمن لك الجنه. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، اللي هو الفرج، تضمن ليه هاد الجوج هادو، تضمنهم ليه، ما ديرش بهم الشر وتخدم بهم في الخير. سيدنا النبي قال لك غادي نضمن لك الجنه. ردوا البال هنا، النبي ما قال لكش اللي يضمن ليا صلاه الفجر انه صلى في الفجر، ما قالش ان اللي يضمن ليا الحفاظ على الصلاه نضمن ليه الجنه، ما قالش اللي يضمن ليا الحج كاع نضمن ليه الجنه، ما قالش اللي مات في سبيل الله في الجهاد نضمن ليه الجنه، ما قالش اللي دار العمره واللي دار هذا واللي نفق واللي زكى واللي عطى المال واللي كذا نضمن ليه الجنه. ولكن قال اللي يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. بمعنى انك يقدر تصلي، يقدر تزكي، يقدر تمشي للحج، يقدر تموت في سبيل الله في الجهاد كاع، يقدر تنفق الاموال ديالك كامله في سبيل الله، يقدر تكون من المحسنين، ولكن تبني من هنا ويهدم لسانك من هناك. داكشي كاع اللي بنيتيه انت وتعتقد انك راك كذا كذا، تتهدمو باللسان ديالك، تتهدمو بلسانك وانت لا تدري. لهذا من ضمن ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني حتى الفرج ديالو ما يمشي به للشر، عفوا ما يقترف به الفواحش، ما يدير بها الامور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، ويبعد عن الحرام، سيدي ربي غادي يضمن ليه الجنه. وإلا وقفنا مع هذا الحيث غادي نعرفوا كذلك ان رمضان مبني على ضبط هاد الامرين. مبني انه اشنو هو رمضان؟ هو ضبط هاد الامرين بجوج، ان تمسك عن شهوات الطعام اللي تدخل من الفم، وان تمسك عن شهوات الفرج. هذا هو رمضان، هذا هو الامساك، هذا هو القصد من رمضان. عفوا القصد منه هو التقوى، ولكن لا تتحصل هذه التقوى الا اذا ضبطتي هذا الامر بجوج، تضبط اللسان ديالك وتضبط الفم ديالك، وكذلك تضبط ما بين رجليك. فنسأل الله عز وجل باش ما نطولوا شيء أن يجعلنا من المستعدين لرمضان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا إن شاء الله، إنه ولي ذلك ومولاه. فكثيرة هي الأمور اللي خصنا نضبط بها، ولكن إن شاء الله هاد الأمور بجوج راه هي مهمة جدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحافظين والمحافظين والمنضبطين بها، إنه ولي ذلك ومولاه.